السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم شيوات ووصفات مع سناء. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة طبيعية لصباغة الشعر باللون البني. مكوناتها طبيعية موجودة عندنا في المطبخ، ما عندها حتى شي أضرار على الشعر ديالنا. أتمنى أنكم تتبعوا معايا الفيديو للآخر باش تعرفوا على المكونات ديال هذه الوصفة وطريقة الاستعمال ديالها. غادي نحتاج كأس من القهوة. قهوة العادية مطبوخة في الماء. المهم هو أنه نستعملوها وهي سخونة مزيان. فإلا ما كانتش متوفرة القهوة العادية، ممكن استعمال ملعقة كبيرة نسكافيه في كأس من الماء ساخن. نحتاج كذلك ملعقة كبيرة كاكاو المر، 2 معالق كبار الحناء الطبيعية، معلقة كبيرة ديال الكركم أو الخرقوم، معلقة كبيرة ديال القرفة. فهذه هي المكونات اللي غادي نحتاجو، مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل مطبخ. ندوزو الآن باش نخلطو هاد العناصر. غادي ناخد الحنة ونضيف ليها القرفة والكركم أو الخرقوم، كاكاو المر، وغادي نبقى نضيف داك الكاس ديال القهوة غير بشوية بشوية وانا كنخلط حتى تنتحصل على واحد القوام اللي انا بغيت. ممكن اضافة ملعقة كبيرة زيت الزيتون بالنسبة للشعر الجاف. شخصيا دائما كنضيفها على الحنه، فما ضفتهاش لانني اصلا كنت عامله الزيت في شعري، لهذا ما ضفتش الزيت الزيتون. فهذا هو القوام، كيجي هكا مثل العجين. فطريقه الاستعمال ديالها كنوضعوها على الشعر مده على الاقل 3 سوايع على الاقل. الا قدرتوا تخليوها نهار كامل او ليله كامله ماشي مشكل، لانها كلها مكونات طبيعيه ما عندها حتى شي ضرر على الشعر ديالنا. هي قد ما خليتوها اكثر فهي كتعطي نتيجه افضل. مع الاستمراريه في استعمال الوصفه فتتحصلوا على لون جميل على الشعر، وكذلك هذه الوصفه هذه كتغطي الشيب. ممكن استعمال الوصفه من مره الى مرتين في الاسبوع. فنتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، وإلا عجبكم ديروا لايك وشاركوا في القناه اذا كنتم مازال ما مشاركينش فيها باش توصلوا بالجديد. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.